بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم على وصفات أم زكي راح نشوفوا كيفية عصير مفيد للصحة والأبدان، مفيد أيضا للأطفال. هو عصير الجزر بالموز والليمون. نبدأ على بركة الله. أنا عندي هنا كيلو جزر، قشرته غسلته مليح 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 وحطيته في طنجرة كي من هذه، وندير عليه إطرة ونص ماء. بسم الله. هنا نحطو فوق النار ونخليه يطيب مليح، لازم يطيب مليح. لما يطيب نشوفوا ان شاء الله كيف نكملوا هذه الكيفيه. بعد ما طابت الزروديه كيما راكم تشوفوا راهي مازال سخونه. هذا وين نحيتها من فوق النار. دوكا نحكم البراميكسور ونرحي الزروديه نتاعي. بسم الله. دوكا نرحي الزروديه تاعي كامل، نرحيها مليح مليح مليح، نصفيها في الصفيه ونشوفوا كيف نكملوا ان شاء الله. بعد ما رحيت الزروديه بالبراميكسور وصفيتها مليح، شوفوا كيف جات. دوكا نزيد لها نصف إطرة ماء كيما راكم تشوفوا، على خاطر الخليط هذا حابه نخففو شويه، جاني شويه ثقيل. ونزيد لها 2 حبات بنان ممعوسين، ونزيد لها 2 بطاط ايورت. انا درت هنا وحده ذوق قارص وحده ذوق موز بنان يعني. فوالا كيما راكم تشوفوا. ونزيد لها عصير حبه ليمون. لعند القارص تاعك صغير ديري 2 حبات، ولا حبه كبيره ديري عصير حبه. ونضربو، عفوا نسيت، ونزيد لها نص كاس سكر. هنا السكر كل شيء واش تحب دير. احنا ما نحبوهش حلو بزاف. زيد على ذلك بلي الموز ولايورت فيهم نسبه من السكر، سيتادير مش راح ندير السكر بزاف. واللي حاب يزيد يزيد، هو حر. انا درت نص كاس فقط. ونبدا نخلط مليح بالبراميكسور. راه تخلط مليح. دوكا نحطو يبرد في الثلاجه ونشوفوه مقدم ان شاء الله. العصير تاعنا راهو جا ما شاء الله. بعد ما برد يجي تحفه. جربوه عن ثقه تامه 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 بلي يجي هايل. جربوه فقط لانه صحي ومفيد للجسم والابدان والاطفال ايضا. مفيد لهم بزاف بزاف. دوكا نصب شويه. بسم الله. شوفوا الله يبارك. هاو العصير تاعنا امامكم. راكم شفتوا القوام تاعو كيفاه جا. تبعوا فقط طريقه التحضير كما هي، تتحصلوا على نفس النتيجه ان شاء الله. ولا عجبتكم هذه الوصفه ما تنسوش تشتركوا معنا على قناه وصفات ام زكي، وعلى صفحه الفيسبوك وصفات ام زكي. ومع السلامه.